لا شك أن متابعي الفنانة والمؤثرة الجزائرية نوميديا لازول لاحظوا التغيير الكبير الذي عرفته شخصيتها وحياتها بعد التجربة العصيبة التي مرت بها، والتي بسببها قضت شهورا خلف قضبان السجن. وبعد خروجها براءة قررت نوميديا أن تغير العديد من الأمور بحياتها. نوميديا بعد المحنة تغيرت إلى الأفضل، نضجت أكثر ونجحت في تحويل مرحلة كان من الممكن أن تحطمها إلى قوة، وإعادة حساباتها واستعادة أنفاسها عن أشخاص ظلموها وحكموا عليها قبل حكم المحكمة. مؤخرا قامت المؤثرة والمغنية نوميديا لازول بنشر ستوري لها بالحجاب الشرعي في مقطع قصير، لكن ظهور نوميديا بالحجاب جعل المقطع يتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الكثيرون عبروا عن إعجابهم بإطلالتها بالحجاب الشرعي وأنه زادها جمالا ونورا، كما أن قسما آخر لم يتردد بالدعاء لها بالهداية وأن تثبت على طريق الالتزام الشرعي. نوميديا عبرت عن سعادتها عن كمية الرسائل التي وصلتها بعد ظهورها بالحجاب الشرعي، ورغم كمية المدح التي تلقتها نوميديا لازول، إلا أن فئة من المتابعين ذهبت للقول أنها فقط لبسته لاستغلاله للظهور كترند لتداول اسمها وليس حبا بالالتزام والهداية. من جانبها لم توضح نوميديا لازول سبب لبسها للحجاب، لأن الفيديو الذي بعده يؤكد أنها لم تتحجب فعليا، وإنما ظهرت به فقط لدقائق عبر حسابها الخاص على انستغرام.